السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة فالسبورت. لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وحصري. رجح الإعلامي المصري محمد سعيد كفة المغرب للفوز بشرف تنظيم كان 2025، مؤكدا أن المملكة هي من لها أحقية تنظيم هذه المسابقة القارية. وأكد الإعلامي الرياضي عبر قناة الأهلي المصرية إن المغرب يحظى أفضلية استقبال هذه التظاهرات الرياضية على أراضيه، باعتبار للتطور الملفت على صعيد بنياته التحتية المتطورة مقارنة بمالي الجيران. كما أرجع متحدث ذاته أفضلية المغرب مقارنة بمن يتزاحمون معه على تنظيم النسخة المقبلة من كأس إفريقيا إلى الباع الطويل للمملكة على تنظيم أكبر المسابقات الرياضية. وأبرز سعيد في السياق نفسه أن مجموع المصوتين على الدولة التي ستستضيف الكان المقبل هو 23 عضوا، ضمن منهم المغرب 14 صوتا حتى الآن. وتتسابق مع المغرب من أجل تنظيم هذه التظاهرة القارية المهمة الجارة الشرقية، التي لا تدخر جهدا في سبيل أي شيء حين يشتم فيه الكابران الحاكمون رائحة المغرب. فرغم أن الجميع موقنون من أن المغرب يتفوق على الجيران في كل شيء، بدءا بالبنية التحتية إلى المنشآت الرياضية ومنها الملاعب المستوفية للمعايير الدولية المعتمدة، فإن فوبيا المروك التي أصيب بها ذهاقنة النظام الجزائري المسعور دفعتهم إلى الدخول بالسنطيحة في هذا السباق غير المتكافئ. ولم يسعى المغرب إلى تنظيم هذه منذ نصف قرن تقريبا، ما يزيد ترجيح كفتة للظفر باحتضان النسخة الدورة المقبلة منها. بقيت الإشارة إلى أنه إضافة إلى المغرب الأوفر حظا والجزائر المزاحمة، تقدمت أيضا كل من نيجيريا وبنين بملفات ترشحهما لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025